عارفين احساس لما تبقوا عاملين حسابكم انكم هتظبطوا نفسكم في دراستكم وهتطلعوا من الاوائل، اللي هو خلاص انا شايفه ان مفيش حد قدي، ولكن في الاخر بينتهي بينا الامر اننا نراكم كام درس او حتى دروس كتيره وبنرجع في كلامنا ونقول هنعوض السنه الجايه او الترم التاني ونعيد في نفس الدوره والدوامه دي. فلو كنتي منهم مفيش مشكلة، في فيديو النهاردة جمعتلك نقاط مهمة جدا وهتفيدك جدا، ولو مشيتي عليها اضمنلك انك تلمي كل المتراكم والدرجة كاملة فوقهم كلهم. وعن تجربة مني لاني كنت واحدة من الناس اللي بتراكم، وعشان اكون صريحة معاكم لسه لغاية دلوقتي، ولكن بحاول معاكم بكام حاجة بعملها وهي اللي هقولها في فيديو النهاردة. كل اللي مطلوب منك تسمعي الفيديو ده للاخير وتجيبي حاجة تشربيها وورقة وقلم تدوني عليها كل اللي هقوله لك دلوقتي. فاذا كنتي مهتمة بتطوير الذات والدراسة تابعيني عشان محتواي هيفيدك، وخلونا نبدأ في الفيديو. اول بوينت واهم بوينت، عايزاكي تكتبي في ورقتك كل حاجة متراكمة عليكي من دروس، مثلا 5 دروس رياضة او درسين فيزياء ايا كان ايه، حتى لو كتير، حتى لو مادة كاملة، اكتبي كل اللي متراكم عليكي. كتبتي؟ مستنياكي تكتبي. بعد ما كتبتي عايزاكي تجيبي ورقة تانية وتبدأي تصنفيهم على ايام الاسبوع كله، ولو هياخدوا اكتر من اسبوع اعملي اسبوعين او حتى 3 لو مش هيكفوا اسبوعين، المهم توزعيهم على ايامك. وهنا لما تيجي تصنفيهم وتوزعيهم عايزاكي توزعيهم حسب الاولوية، وده ينقلنا للنقطة التانية، صنفيهم حسب الأولوية. اسألي نفسك ايه أكتر مادة محتاجة تخلصيها بسرعة، ابدأي بالأصعب دايما، أو المادة اللي امتحانها أقرب، أو اللي انت ضعيفة فيها. أهم حاجة انك متشتغليش بعشوائية، اشتغلي دايما بذكاء، فرتبيهم من الأصعب للأسهل. بعد ما رتبتيهم جزئيهم، ما تحاوليش تخلصي كل حاجة في يوم واحد، لان ده بيخليكي تتشتتي اكتر، فبالتالي مش هتعرفي تخلصي حاجة. قسمي كل مادة لأجزاء صغيرة في اليوم، سواء كانت صفحة او فصل او درس واحد. كل ما تخلصي جزئية علمي عليها، فالشعور بالانجاز هيحفزك انك تكملي لقدام. النقطة الرابعة، اعملي جدول بسيط كل يوم. اتكلمنا عن جدول الاسبوع، نيجي لجدول اليوم. بعد ما كتبتي في جدول الاسبوع هتذاكري ايه النهاردة، ابدأي فصصيها اكتر، بمعنى اكتبي الأوقات اللي بتبقي فيها مشغولة، مثلا من 7 الصبح ل1 الظهر عندي مدرسة، ومن 5 ل6 عندي درس، ومن 1 ل4 عندي جيم، وهكذا. أي وقت تبقي مشغولة فيه اكتبي. هتلاحظي إن في أوقات كتيرة بتبقي فاضية فيها، والأوقات دي هي اللي هتبدأي تذاكري فيها كل اللي متراكم. ولكن زي ما اتفقنا هنبدأ بساعة واحدة بس في يومك تكوني فاضية تذاكري فيها حاجة متراكمة عليكي. بعد كده هتبدأي تزودي لغاية ما تملي كل أوقات فراغك، وهتتعودي على الموضوع ده، ما تقلقيش. بالمناسبة كنت اتكلمت في طريقة المذاكرة وازاي تذاكري في مدة صغيرة او ازاي تذاكري صح في فيديو معين، فلو حابين تتفرجوا عليه لانه هيفيدكم جدا هحط لكم رابط الفيديو في الوصف. بعد الجزئية دي البعض هيسأل ويقول طب ازاي نلم المتراكم كله في وقت ما يضيعش المذاكرة الجديدة او الدروس الجديدة؟ ببساطة في كل مرة تذاكروا فيها حاجة قديمة ذاكروا معاها حاجة جديدة. فمثلا هذاكر ساعة من درس العلوم المتراكم وساعة لدرس العلوم الجديدة. استمروا بالنظام ده كل يوم وهتلاحظوا انتاجية كبيرة جدا. النقطة الخامسة، استغلي ايام الاجازة دايما. يوم الجمعة او يوم السبت بتبقى اكتر ايام فاضيين فيها واكتر ايام مؤهلة للانتاجية، ففي الايام دي ابدأي زودي من انتاجيتك وعدد ساعاتك. بدل ما كنتي بتذاكري ساعة في ايام الاسبوع الباقية، لا انا النهاردة هذاكرها ساعتين. وهنا برضو هتقسمي اليوم للجزء الجديد والجزء القديم. فالصبح ساعتين للقديم وساعة للجديد مثلا، مش لازم تخلي الاتنين ساعتين عشان ما تضغطيش على نفسك في الاول، كده كده هتزودي، ولكن مع الوقت عشان نحافظ على الاستمرارية. ومفيش استمرارية هتحصل غير بالنقطة السادسة والأخيرة، وهي انك تكافئي نفسك دايما. كل ما تخلصي جزء او مادة كافئي نفسك بحاجة بتحبيها، سواء كانت فيديو او اكلة او حتى راحة. فعقلك محتاج يحس ان الانجاز بيجي بعد مكافأة. فلما مثلا تكون المكافأة هي ساعة ونص تتصفحي وتستخدمي تليفونك زي ما انتي تحبي، ولكن الشرط هو انك تذاكري وتخلصي اللي وراكي الاول، فعقلك هيتحفز ويشتغل بطريقة افضل واسرع عشان ياخد المكافأة دي. اما عن اوقات المكافأة بين فترات الراحة، فالافضل تخليها اكلة او تمشية او اي حاجة بعيدة عن التليفون عشان ما يسحبكيش لوقت اطول من فترة الراحة المطلوبة. وقبل ما الفيديو يخلص خليني اقولك 3 حاجات مهمين جدا لو عايزة فعلا توصلي للدرجات الكاملة وتكملي الطريق ده للاخر. اولا، الصلاة والعبادة والدعاء. صدقيني مفيش حاجة بتفتح لك طريق النجاح زي القرب من ربنا. فلما تبدأي يومك بصلاة ودعاء بتحسي ان في طاقة مختلفة بتسندك. ممكن تذاكري بنفس المجهود اللي قبل كده، بس النتيجة بتتغير تماما لما يكون ربنا معاكي. ثانيا، رضا الوالدين.
ادخلي على والدك او والدتك وقولي ليهم ادعولي. الدعوة دي ممكن تغير نتيجتك كلها، فالرضا ده بيبارك في وقتك وفي فهمك وفي كل حاجة بتحاولي تعمليها. يمكن تذاكري اقل من غيرك بس رضاهم بيخلي النتيجة اعلى. تالت حاجة واخر حاجة، ما تعتمديش على الشغف. الشغف حلو وحلو جدا بس هو مش دايم. في ايام بتحسي فيها انك مش قادرة وانك مش عايزة تفتحي الكتاب اصلا، وساعتها اللي هيشيلك مش الشغف، اللي هيشيلك هو الالتزام. وفي الاخر خديها قاعدة، اللي بيكمل وقت ما نفسه مش قادرة هو اللي فعلا بيوصل. واتمنى من كل قلبي ان يكون الفيديو عجبكم. Thank you so much for watching واشوفكم في الفيديو الجاي.